ازيكم أصدقائي؟ شعر جميل كلنا بنحبه، صنع في مصر. تخيلوا عربية مكتوب عليها صنع في مصر، تبقى حاجة حلوة قد إيه؟ قالوا عليها أرخص من التلاجة. تخيلوا عربية مصرية أرخص من تمن التلاجة. الناس اشترتها بس عشان يبقوا راكبين عربية مكتوب عليها صنع في مصر. إيه الحكاية دي؟ اللي حصل سنة 1960 وتحديدا في شركة النصر لصناعة السيارات اتولدت العربية رمسيس، أول عربية مصرية بملامح وطنية خالصة. تخيلوا شكل الفرحة وقتها، الناس كانت بتمشي في الشوارع تتفرج عليها كأنها كائن فضائي نزل مصر. الدنيا اتقلبت حرفيا، احنا عملنا عربية بصناعة مصرية وسعرها كمان مناسب جدا. العربية دي كانت متصممة على مقاس الموظف المصري، موتور صغير 2 سلندر، استهلاك بنزين يكاد يكون معدوم، نص لتر يوديك مشوارك يا دوبك. لكن الصدمة الحقيقية كانت في السعر، 200 جنيه بس. أيوة، زي ما بقولكوا كده، وكمان بقسط 10 جنيه في الشهر، يعني كانت أرخص من تمن التلاجة وقتها. يوم الافتتاح وقف المهندسين المصريين والعمال وعيونهم بتلمع من الفرحة وهم بيشوفوا أول إنتاج مصري بيتحرك قدامهم. الناس بقى طلبوها من أول ثانية، طلبات وصلت لآلاف الأوردرات من أول أسبوع، والناس كانت بتدفع المقدم وهي طايرة من الفرحة إنها أخيرا هتمتلك عربية مكتوب عليها صنع في مصر. رمسيس ما كانتش مجرد حديد وموتور، لكن كانت بتعبر عن شخصيتنا. شكلها كان مربع وبسيط وشبه بيوتنا وقتها. لكن للأسف الأمور ما فضلتش زي ما هي. مع الوقت واجهت العربية مشاكل كتير، قطع الغيار بدأت تقل والتطوير وقف بسبب ظروف الحرب، لحد ما وصلنا للسبعينات وانسحبت رمسيس واحدة واحدة من الشوارع، لحد ما فجأة ما بقتش موجودة خالص وسابت مكانها السيارات الإيطالية والألمانية. الحلم اللي المصريين كانوا فخورين بيه فجأة اتاخد من الشوارع. لكن رغم كده رمسيس لسه عايشة في ذاكرة جيل كامل، جيل كان بيشوف إن الصناعة المصرية فخر. دي حكايتنا النهاردة، حكاية العربية رمسيس، وحكاية الشعار الجميل اللي بيفرحنا كلنا، صنع في مصر. أنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.